السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض ان شاء الله النهارده صوابع المكشكشه المحشيه. طبعا المكشكشه كانت ترند الفتره اللي فاتت جدا خلال شهر رمضان كله، وقبل رمضان كمان كانت المكشكشه بتتعمل في صينيه وبتتسقى وحاجه كده اللهم بارك، كانت حلوه جدا. ولكن النهارده احنا هنعمل صوابع المكشكشه المحشيه بطريقه مختلفه شويه، بسيطه جدا، وكمان هتبقى في الاكل بتاعها مش تقيله خالص، دسمه بالكريمه، طعمها حلو قوي قوي وخفيفة جدا جدا جدا. طريقتها سهلة وبسيطة. بس الأول اللي لسه ما يعرفنيش، أنا أميرة سطور. إن شاء الله لايك وشير للفيديو لو كان عجبك بإذن الله، وما تنسيش الاشتراك في القناة عشان يوصلك بإذن الله كل جديد مننا. هنقول بسم الله توكلنا على الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. واللهم ارحم أمواتنا جميعا يا رب العالمين، وارحم والدي ووالدتي اللهم أمين. اول شيء هنعمله هو الشربات بتاع صوابع المكشكشه المحشيه. الشربات بتاعنا مش تقيل ومش خفيف. يعني ايه؟ يعني هنعمل كوبايه من السكر، عليها كوبايه ونص من الميه، هنعمل عليهم عصره ليمونه ونحطهم على النار لمده 10 دقايق. مجرد ما يغلوا معانا زي ما حضرتك شايفه بالظبط، هنطفي عليها النار وننزل عليها بمعلقه عسل كلوكوز. لو انت ما عندكيش عسل كلوكوز تمام خالص مفيش مشاكل، ممكن تحطي عسل ابيض عادي. لو ما عندكيش عسل ابيض عادي جدا مفيش اي مشاكل، ممكن تسيبيه زي ما هو لحد ما يبرد تماما. ما ينفعش نشتغل انا اسفه، ما ينفعش نشتغل خالص بالشربات الا ما يكون بارد نهائي، عشان خاطر ما يطريش معانا الصوابع او الجلاش ويبقى مش عارفين نمسكه كده. هنجيب بقى لفه جلاش او حسب الكميه اللي انت عايزاها، هنقطعها نصين زي ما انت كنت شايفه كده. بس اهم حاجه تحطيها في فوطه عشان خاطر ما تنشفش منك طول ما انت شغاله. الماده الدهنيه بتاعتنا هي عباره عن سمنه عاديه جدا، بس انا حاطه معاها معلقتين من السمنه البلدي عشان يديها طعم وريحه. انت مش حابه تحطي سمنه بلدي ده يرجع لك عادي جدا ولا اي مشاكل. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا وهندهنها دهنه كويسه من تحت، لان لازم الجلاش يتحط في صينيه مدهونه، ما ينفعش يتحط في صينيه من غير ما تكون مدهونه نهائي. ومعلومه كمان، الجلاش لما تيجي تعمليه في الفرن يعني تخبزيه او تسويه، لازم يكون الفرن سخن، ما ينفعش الجلاش يخش على فرن بارد. يعني انا دلوقتي وانا بعمل كده في نص ما انا بعمل الجلاشات دي بكون مشغله الفرن عشان يكون ساخن معانا، اقدر ان انا ادخل الجلاش وهو سخن. ده بقى ايه؟ دي عصيان الشيش طاووق. انا عندي العصيان دي الوسط مش الرفيعه ومش التخينه قوي، فانا جبت 4 5 عيدان جنب بعض ولفتهم بالاسترتش رول بحيث ان هما يبقى سهل معايا لما اجي اطلع منه الجلاشيه. طبعا انت دهنه الجلاشه فيبقى سهل معاكي جدا جدا ان انت ممكن تزحلقيها كده من العصيان وتطلعيها. طبعا انت لو ما عندكيش عصيان الشيش طاووق عادي جدا، لو انت عندك السيوخ اللي هي بتاعه الكفته ممكن تعملي عليها، ولكن في الحاله دي يعني يفضل تاخدي بالك كويس عشان السيخ يعني ايه ما يقطعش الجلاشيه. وبرده ادهني السيخ من بره كده سمنه او ماده دهنيه بحيث ان هو يقدر يطلع معاكي بسرعه الجلاشيه ما تتهراش منك وانتي بتضغطي عليها او انتي بتحاولي تطلعيها. هنعمل برده المره دي انا عملت رقين من الجلاش على بعض، هتطلع دي اكبر شويه من اللي قبلها. انا كنت بشوف ساعتها اعمل راق واحد ولا راقين، بحيث ان انا عايزه اشوف السمك بتاعها دي اكبر او دي اصغر، فانا حبيت ان انا اعمل راق واحد افضل. هي شكلها اصغر شويه ارفع شويه، يعني انا حسيتها احسن بكتير من الرقين. طبعا ده يرجع لك انت عايزه تعملي راقين او راق واحد، ده اللي تحبيه. اهم حاجه ان هو في كلتا الحالتين بيوصلنا لنتيجه واحده. هنكمل بقى بقيه الطريقه كلها. انا طلعت راق برضو ودهنته بالسمنه، ممكن تتنيه وممكن ما تتنهوش عادي، انا كملته عادي كده بحيث ان هي طلعت معايا مقرمشه اكتر، الرول بتاعها يعني ايه على بعضه اكتر بكتير من ان تنتها على بعضها. طبعا ده يرجع لك براحتك، انت حره اتني مره او ما تتنيش، المهم تضغطي عليها ضغطه كويسه جدا زي ما انت شايفه كده كانك بتصبعي الكفته، بحيث ان هي الفتحتين اللي في الجناب يبقوا مظبوطين ان هم ما يكشوش على بعض، عشان لما نيجي نحشي ما تبهدلناش او ما تضايقناش واحنا بنحشي. انا هنا بقى خلصت الكميه كلها ورصيتها في الصينيه، وهجيب بقى بقيه الماده الدهنيه بتاعتي هدهنها من فوق زي ما انتم شايفين. طبعا زي ما قلنا لازم الفرن يكون سخن علشان الجلاش يخش على فرن سخن. دلوقتي الفرن معايا سخن وانا كمان دهنت من فوق الماده الدهنيه، هدخله دلوقتي على الفرن السخن، ولازم وهو في الفرن اعمل الكريمه بحيث ان هي ايه ما تسحش مني، لان الجو بدا يبقى حر زي ما انتم شايفين. لو هتقدري تحطيها في التلاجة شويه تمام مفيش مشكله، بس انا قلت عبال ما هو يستوي وطبعا هبقى واخده بالي منه كويس جدا، هشغل الفرن من تحت لحد ما يحمر وبعدين اشغل الشوايه من فوق. لو عندك الاتنين بيشتغلوا مع بعض تمام مفيش اي مشاكل.
هنا بقى الكريمه هنعمل ايه؟ هحط كوبايه من الكريمه عليها كوبايه من الميه المتلجه او اللبن المتلج. انا عشان حاطه ميه المره دي حطيت معاهم معلقه ونص من اللبن البودر، وحطيت معلقه ونص من السكر البودر، وكمان معلقه من الكريمه البستري، وضربتهم كلهم زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي. هفضل اضرب فيهم، مش هتكمل معاكي 5 دقايق لحد ما تتماسك شويه، وهنشوفها طالع لها منقار كده الكريمه، يبقى ده القوام اللي احنا عايزينه. لو الكريمه ما اتمسكتش معاكي خدي بالك، يبقى انت حاطه الميه مش متلجه، او حاطه مقدار الكريمه اكتر، اقل، سوري، اقل من مقدار الميه. لازم مقدار الميه يكون قد مقدار الكريمه. ممكن مقدار الكريمه هو اللي يكتر عن مقدار الميه، لكن طول ما الميه كتير عمرها ما تديكي السمك اللي احنا عايزينه. انا بقى طلعتها دلوقتي ما شاء الله، واخده الالوان اهي. بصوا احنا يعني انا بعمل حاجات ذهبيه يا جماعه، يعني حاسه ان انا ما شاء الله ذهب، احنا بنعمل ذهب دلوقتي. لونها حلو جدا ما شاء الله، واخده تسويه حلوه من فوق ومن تحت. حطيتها في الشربات بقى وطلعتها تتصفى كده زي ما انتم شايفين بالظبط. جيت بقى حطيت الكريمه في كيس الحلواني، وجبت التيب اللي انا هشتغل بيه. ايه هو التيب؟ التيب ده اللي هو بتاع الحشوات، حشو بلح الشام، حشو الاكلير، حشو الجلاش زي ما انتم شايفين كده، بيبقى طويل ورفيع كده مدبب شويه. حطيته بقى في قمع الحلواني، وحطيت الكريمه جواه، وابتديت احشي من الجهتين. الحشوه سهله جدا وبسيطه، وخدي بالك ما تحاوليش ان انت تحشي وهو سخن شويه. ليه؟ لان هتلاقي الكريمه ساحت منك جدا وبظت من الجناب خالص لو هو كان سخن معاكي. فعلى قد ما تقدري سيبيه لحد ما يهدى تماما، وبعدين ابداي احشي فيه. اتمنى بقى اللي وصل معايا لحد هنا الفيديو ما ينساناش باللايك، بالله عليكي ما تنسيش اللايك عشان يرفع معايا الفيديو، ويا ريت شير لو عجبك الفيديو، ان شاء الله انا متاكده ان هو يعجبك. وما تنسيش الاشتراك في القناه لو انت لسه ما اشتركتيش في القناه. خلصنا بقى الحشوات بتاعتنا كلها كده، وهنشوف دلوقتي منظر الحشوه وهي جواها يعني ايه لما نيجي كده نقطع الجلاشايه، او نقطع الرول، او نقطع الصباع حسب ما هنسميه، وهنشوف شكله من جوه عامل ازاي. طبعا الحشو بقى سهل جدا، انت حابه تحشي بالكريمه زي ما انا بحشي ده يرجع لك، حابه تعملي كاستر او مهلبيه برضو ده يرجع لك، او حسب ما اطفالك بيحبوا. وممكن كمان تجيبي حبه مكسرات، والكريمه اللي طالعه من الجنبين دي ممكن تحطيها في المكسرات كده تبقى شكلها احلى كمان. بس انا حبيت ان انا اعملها كده عشان تبقى خفيفه شويه. خلصنا بقى نص الكميه، وفي نفس الوقت برضو حابه منها التاكل واحنا واقفين، لان هي ما شاء الله خفيفه جدا جدا وطعمها حلو قوي قوي. عملت لي كميه كويسه، نص كيلو على فكره بيعمل حلو يعني، بيرمي معاكي. ما شاء الله. تعالوا بقى دلوقتي نشوف لما نيجي نفتح بقى الصباع هيبقى شكله عامل ايه. شايفين التسويه عامله ازاي يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله، حلوه جدا. شايفين كميه الحشو من جوه عامله ازاي؟ بتبظ منها، انت لو ضغطتي عليها هتبظ منك. ان شاء الله باذن الله الفيديو يكون عجبكم وتجربوه، واتمنى ان انتوا تكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم، ولو حابين نعمل مثلا ايه طرق تانية لحلويات اخف شويه، اكتبوا لي في الكومنتات اللي انتوا عايزينه، هنعمله مع بعض. ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه وفي حفظ الله.